السلام عليكم. وعليك السلام. علي صوتك شويه يا ابو جعفر. بس عفوا يعني ما بقدر اعلي صوتي اكثر من هيك، انا عم سوق السياره يمكن كرمال هيك، بعتذر منك. ما تسمعني يهمكش حاجه، هلا اتفضل. احسن؟ طيب بدي ابدا معك من مطرح ما وقفت مع سجاد. اتفضل. السؤال اللي سالته، هل من امر بتجهيز جيش اسامه هو الله عز وجل ام هو اجتهاد من الرسول؟ ماشي، يلا ده سؤالي ليه كان، اتفضل. اوكي، سؤالي انا جوابي حيقول لك اياه انه الله عز وجل هو من امر بتجهيز جيش اسامه. يعني الله عز لان وجل الله هو من امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز جيش اسامه. نعم يعني صحيح. هو من امره ان والدليل يجهز جيش الخونه. نعم. ايوه، ايه الحكمه من كده مع ان الله عز وجل يقول ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت الخير من الخير وما مسني السوء. لا ما نخلط الامور هلا، خلينا بعيد النقطه. ما هي الله ما عز هي ما هو وجل كده مخالفه للقران الكريم. يعني الله عز وجل يقول لنا كلاما ويخالفه هو. عزيزي بس خليك معي نقطة بنقطة. نقطه يلا. الله عز وجل هو من أمر الرسول بتجهيز جيش الخونة. يلا شيء معي بهذه النقطة. يلا، ما ودليلنا فيش على مشكله، ذلك يلا. أن الرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صحيح؟ يلا، يعني الامر جاء من الله عز وجل. نعم. هسه أنت سؤالك صار من هيدي النقطة اللي وصلنا لها. بس هنقع في اشكاليه هنا، هنقع في اشكاليه. لحظة. لا خليك معي. هلا انت صار السؤال والنقطة اللي عندنا اياها، هل الله عز وجل امر الرسول بامر غير حكيم من وجهة نظرنا نحن؟ لا، مخالف صحيح؟ كمان للقران الكريم، مش من وجهه نظرنا. يعني انت لو رجعت واما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. نعم، ولكن حكم خاص ليس حكم عام. ممكن الحكم العام لا، يدخل فيه ده حكم من خاص كيسك في انت. بعض لا، ما الأحيان. تدخلنا في كيسك، يعني ما تدخلنا في كيسك. صحيح. انا قدامي قران الان. عزيزي انا ما عم بدخلك من كيسي، بس عم بقول لك ممكن لا، نخرجها مش هذه ممكن. الطريقة. احنا عايزين شيء اكيد. اهو الاكيد اللي امامي دلوقتي الايات القرانيه. يعني صرنا على الاكيد، ما انا بدي اوصل لك لايه قرانيه، بس انا بدي يا اثبت استاذ، موضوع انا بص أوصل حاجه. العلماء عزيزي اجمعوا انه لا اجتهاد مع نص، لا اجتهاد مع نص. صحيح اللي حضرتك بتقوله ده بس اجتهاد. يعني الله عز وجل النص يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الآية الثانية نعم اللي ذكرتها لحضرتك كده، واخد لي بالك، فانبذ إليهم على سواء. فهنا حضرتك انت نعم. بتتكلم، انت اللي انت بتقوله مخالف للقرآن الكريم، مش معارض ليه لا كمان، ده مخالف للقرآن الكريم. حبيبي، لا مش مخالف للقران. انت عم تذكر حكم عام اتفضل. بالقران، عم بقول لك الحكم العام ممكن يكون فيه تخصيص استثناء. مش الاستثناء نقطه ده بقى انت نظري. جبته منين؟ مين اللي قال لك ان على الاستثناء ده؟ لا هلا خلينا لحظه شوي، ما نخلط الموضوع ببعضها. نحن وصلنا لنقطه انه اتفقنا ان الله عز وجل امر بتجهيز جيش اسامه جيش في الخونه. صحيح؟ يلا خلص، يلا. هل الله يفعل امر غير حكيم؟ ظاهر الامر غير حكيم، هل الله عز وجل يفعله؟ ده مش غير حكيم بس، ده خالف الآيات التي أعطاها للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ هذه الآيات وقولها للناس. خليني اكفي النقطة تبعتي. سورة البقرة الآية رقم 30، تقراها أنت وأنا أقراها. اتفضل حضرتك اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. موضوع جيش وأسامة نفس الموضوع. الله عز وجل يعلم حكمة لا معلش، لا نعلمها. معلش نفهم بس الأول. معلش واحدة. نفهم بس استدلالك من الآية على إيه؟ معلش نفهم استدلالك من الآية على إيه؟ على أن الله عز وجل سيأتي بخليفة، والخليفة هو الذي يفسد في الأرض. استدلالي أن الله عز وجل فعل أمرا ظاهره للملائكة غير حكيم. لا يا باشا، وظاهر لا يا باشا، لا. هقول لك ليه. الله عز وجل يا باشا انت بتفسر الآية أولا غلط. انت بتفسر الآية غلط. الملائكة لا تتكلم عن سيدنا آدم عليه السلام، ولكن تتكلم على أن بسبب سيدنا آدم
أي الخليفة في الأرض سيحصل إفسادا في الأرض وقتل وقتال. نعم نعم صحيح. طيب هل الملائكة يبقى هنا اسمعني بس، اسمعني بس. الملائكة اعترضت على ظاهر الأمر أم لا؟ اعترضت على ظاهر الأمر، ولكن نعم، ظاهر الأمر لا يؤيدك. ليه؟ اسمعني بس، اسمعني. هي بص أقول لحضرتك حاجة، مش حشر، مش عايز تدخل في لما تمسك المعلومة كده وتفتح لي دماغي وتحطها وتقفل عليها بخياطة. الأمر كله بالعقل. اجتك البوم. ها بوم ايه يا هبل؟ بوم ايه يا عبيط؟ طب كروش يلا امشي يلا، انت هبل يلا. بوم ايه يا عبيط؟ يعني انت جاي اساسا تفسر الايه خطأ وجاي تقول لي بوم كمان. الملائكة لم يحدث هذا قبل ذلك أمامها، وكان هذا أول خليفة، وهذا استشفاف من الملائكة، ولكن الله عز وجل هو الذي عنده الحق أي يعلم الحق، فكلام الناس اللي هو كلام الملائكة لا يعنيه. أما الآية الأخرى فأن الله عز وجل هو من ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، هو من ساعد النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش الخونة. يبقى هنا فعل الله عز وجل هو تجهيز جيش الخونة، لكن الأخرى هو كلام الملائكة. نحن لا نتكلم عن كلام الناس، بل نتكلم عن إله ونتكلم عن رسول ساعد الخونة، والإله هو الذي قال لا أساعد الخونة، وهو من ساعد الخونة. يبقى إيش جاب المثل ده لده؟ أهي دي البوم يهبل. هو أي محشي في أي حلة؟ إحنا لا نتكلم عن كلام الناس أو كلام الملائكة. يعني ما جيت قلت لك الناس فهمت كذا أو كذا أو كذا، لا، أنا بتكلم عن رسول. الله عز وجل هو من أنزل عليه الآيات بأن إن كان هناك عهد وظهر خونة هؤلاء وظهر هؤلاء أنهم خونة، يقطع العقد ده، المعاهدة يقطعها وينبذ إليهم على سواء، يعني يروح حاربهم كمان. فتخيل أنت وأنت جاي تقول لي الملائكة فهموا غلط. وجاي يقول لك الناس بتحلم بالبوم. والله